السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. احنا النهاردة هنعمل حاجة برضو خفيفة كده. آه، أكلة سريعة. هنعمل البانيه أو الستريبس آه، بطريقة سهلة وبسيطة. مقطعينها شرايح صوابع، وحاطين التتبيلة. مش هنكتر حاجات في التتبيلة، هو ملح وفلفل وبهارات ومية بصل. بس بصلة واحدة بشرتها وخدت المية بتاعتها، يعني ملح فلفل اسود وبهارات، ودي مية البصلة اللي انا بشرتها. بس مش هنضيف عليها اي حاجة تانية. هنقلبهم تقليبة كويسة. آه، يعني أكلة سريعة، وبعدين كل الولاد والأطفال والكبار بيحبوها. ومش هنعمل جنبها برضو حاجات كتيرة ولا حاجة. هنقلبهم كويس ونغطيهم ونسيبهم، ونشوف بقية الوصفة هنعمل ايه مع بعض. آه، يعني خليهم مثلا ساعة أقل حاجة كده يتشربوا من التتبيلة، بتديها طعم حلو. و يعني لو عملتيه على طول برضو مش بتتبل، اديها ساعة كده مثلا. ان شاء الله تطلع طعمها روعة. هنعمل مع بعض سلطة الكول سلو. معانا جزر، معانا كابوتشي، معانا عسل نحل، 3 معالق عسل نحل، معانا علبة زبادي، معانا 3 معالق كبار حلوين مايونيز. هنبشر الجزر، طبعا غسلينه كويس ومقشرينه ونضيف يعني، ونبشره بالمبشرة. وكمان هنمسك الكابوتشي نقطعه شرايح رفيعة. بصي، هو الكابوتشي لما بتيجي تقطعيه اصلا بيدبل، فما تقطعوهوش ناعم قوي. يعني بعد كده لما بيتقلب في السلطه ويقعد حبه كده مع الخل والليمون وكده فبيدبل، فخليه شرايحه كده ماسكه نفسها حلوه يعني. هنقطعهم كويس. وطبعا مفيش اي اضافات تانية كخضرة او خضار او الكلام ده كله. لا، هو في ناس ممكن تحط لها حبة شبت صغيرة، فلا، مش هو جزر والكابوتشي او الكرنب اللي احنا بنجيبه الابيض. بس كده، وهنقلبهم كويس على بعض، ونعصر عليهم ليمونة. وهنحط كمان بعد عصرة الليمونة هنضيف عليهم كمان معلقتين خل. ما بنحطش ولا اي كمون ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة فيها خالص. هو بس الليمون. وهنحط علبة الزبادي، وهنضيف العسل طبعا. ده المايونيز، 3 معالق حلوين كبار كده مايونيز. اي نوع مايونيز طبعا. هنزلهم دول بمعلقة وبلاستيك كده عشان ينزلوا على طول. والعسل كمان 3 معالق عسل كبار حلوين، عسل نحل. وهنضيف عليهم معلقتين خل. بس خلاص كده هنقلبهم وخلاص. هنركنهم دلوقتي عشان نكمل البانيه بقى او الستريبس. عشان الوصفة تبقى جاهزة. حاجة سريعة وبسيطة. وعايزة اقول لكم طبعا ما فيش حد ما بيحبش الاكلات دي. يعني الولاد الصغيرين او الشباب، يعني لو كل يوم قدمت لهم الاكلات دي هياكلوها. الجو حر، ومنها انت ما تقفيش كتير في المطبخ، وفي نفس الوقت هم هياكلوها. حطيت هنا نص كوباية لبن، وحطيت عليها بيضة، وحطيت عليها ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر. بتخلي البانيه او الستريبس بيتنفخ كده، وبيبقى طعمه حلو قوي. يعني بيديله كده آه، هشاشة في التتبيلة بتاعته، في الخلطة بتاعته اللي هي كفر بتاعه. بنطلع الاول الفراخ من مية البصل، آه، عشان ما يبقاش فيه مية كتير وكده. فبنطلعه من مية البصل اللي احنا متبلينه فيها، ونضيف عليه. انا مش هحط واحده واحده في البيض وبعدين اطلعها احطها في الفيجيتار او ايا كان اللي عندك، سواء فيجيتار اللي هو مجروش او الناعم. لا، انا حطيت البيض كله عليه مره واحده، اللي هو انا ضرباه بالربع معلقه البيكنج باودر مع آه،
مع نص كوباية اللبن، وحطيت عليهم برضو حبة فلفل اسود صغيرة عشان خاطر طبعا زفرت البيض. بنطلعه وبنحطه على الفيجيتار او كورن فليكس، اي حاجة اللي انتي عاملاها مجهزها لها. لو عندك مثلا فينو محمصاه وطحناه الموجود عندك. بس خلاص، فانا كده بجهزهم. بحطهم، يعني لو تلاحظوا ما حطيتش هنا واحدة واحدة وبعدين رجعت، لا، في السريع كده. وصفة سريعة وبسيطة وما خدتش اي وقت وسهلة. الجو بصراحة حر جدا وفرهضة، فمش محتاج ان احنا نقعد نقف كتير قوي في المطبخ. وعايزه اقول لك الفراخ اللي انا عاملاها دي، مش هقول لك جايبه كيلو مثلا بانيه، والله ده هو صدر فرخ، ما فيش غيره. هو صدر فرخه واحد بس، عشان عاملاه زي صوابع كده، حاطط كتير ما شاء الله. وحطيت طبعا الطاسه على النار وحاطه فيها زيت، ونبدا نقلي فيها. طريقه حلوه وبسيطه وسهله، وان شاء الله تعجبكم. شايفين ما شاء الله حطت الكمية قد ايه. على فكرة انا يعني انا طلعت كمان الحطة الاولى ودي الحطة التانية. آه، بس انا ما بحبش اطول قوي عليكم، بحاول على قد ما اقدر اختصر لكم الفيديو. يعني انا طلعت الحطة الاولانية وبعدين بنحط حطة تانية. حتى بس الحطة دي شايفين الحطة الاولانية انا طلعتها اهو، حتى الحطة التانية اتلسعت شوية مني. آه بس برضو طعمها بيبقى حلو، ما تقلقوش، يعني مش متحرقتش يعني ولا حاجة، يعني هي لسعة بسيطة في واحدتين منهم. خلاص كده السلطة بتاعتنا اهي جاهزة، وهنرص عليها قطع الفراخ بتاعتنا. طريقة سهلة وبسيطة وما فيهاش مجهود، ما فيش وقت، يعني ما خدتش وقت كتير خالص. طبعا البانيه بنعمله في سندوتشات ونحط عليه، عايزه تاكل السلطه كده بالعيش، تاكليه بالمعلقه، والسندوتشات فينو او بلدي. انا طبعا بحب ان انا دايما اجيب العيش البلدي بصراحه. يا رب الوصفه تكون عجبتكم حبايبي. وصفه خفيفه وسهله وبسيطه، وشكرا حبايبي لمتابعتكم. السلام عليكم.